وصلت، بس دي مش النهاية، ده مجرد مفتاح. ومن هنا بدأت الحكاية، ولسه مش عارف هل أنا اللي بدور ولا في حد بيستخدمني علشان يوصل لحاجة. بين الحقيقة والخيال مع حمدي في البعد التاني. كان فاكر إن اللي شافه وسمعه انتهى، بس الحقيقة دي كانت مجرد البداية، بداية رحلة ملهاش نهاية. بقى يمشي في شوارع اسكندرية القديمة وسط المكتبات والكتب اللي ريحتها بتحكي تاريخ سنين طويلة، وبين ورق متراكم ووشوش ساكتة لقى راجل قاعد مش بيبيع كتب، لأ ده كان بيحرس سر. عينه كانت بتلمع لمعة غريبة كأنها شايفة حاجة أنا لسه مش فاهم. قربت منه وسألته عن كتاب سمعت عنه كلام كتير، مفتاح لكل الأبواب. الراجل بصلي نظرة عميقة، نظرة اخترقت روحي، وبصوت هادي شبه الهمس قال لي: تمام، مش بفلوس. ومدلي ظرف افتحه الساعة 11:11 دقيقة. بس الجملة دي رنت في وداني، حسيت ان في حاجة اكبر بكتير من مجرد كتاب. ولما الساعة دقت على 11:11 دقيقة بالظبط فتحت الظرف، لقيت فيه عنوان غريب، مكان على الخريطة العادية، وكان فيه رسمة باب محفور في كتاب، بس مش اي كتاب، ده كتاب مش حقيقي، كأنه مرسوم في الهوا. المكان كان محل انتيكات صغيرة باين عليه مهجور، بس في نفس الوقت كان في حياة غريبة. ولما دخلت لقيت شاب كأنه مستنيني من سنين، بصلي نظرة كأننا نعرف بعض من زمان، وقال لي: الكتاب ده مش لأي حد. قلبي كان بيدق بسرعة، حسيت ان اللحظة اللي مستنيها قربت. ولما فتح الصندوق اللي كان قدامه ظهر الكتاب، مش مجرد كتاب، ده كان كأنه كائن حي بين ايديا، جلد قديم باين عليه اثر الزمن الطويل، وعليه اسم محفور بخط خوفي غريب كان بيتوهج في الضلمة: مفتاح لكل الابواب. ولما لمست الغلاف في ايديا جسمي كله ابتدى يتنفض، سمعت نفس الصوت اللي كان بيطاردني من اول ما دخلت عالمهم، صوت جاي من مكان بعيد كأنه بيتردد جوه دماغي وبيقول: كل باب محتاج مفتاح، بس في ابواب محتاجة وعي يفتح ابواب عمرها ما كانت موجودة غير جوه. فتحت الصفحة الاولى، كانت فاضية، بس بعدها بثواني الكلمات بدأت تظهر قدامي حرف حرف، كأنها بتتنفس من الهوا وبتتكون قدام عيني. أول كلمة ظهرت كانت: اللي بدأ لسه ما خلص. وده مش مجرد كتاب، دي بوابتك للبعد التاني. والحكاية لسه في أولها جوه عقلك انت. استنوني في الجزء اللي جاي.